انا مش عارف ايه اللي بيحصل مع النادي الاهلي كل سنه قبل حسم الدوري بماتشين ثلاثه او 6 ماتشات زي الموسم ده. دلوقتي انت بتعلن تحدي رسمي ضد النادي الاهلي انه مش هتاخد الدوري حتى لو وقفت على دماغك. يعني ايه؟ يعني ايه دلوقتي ان انا بعد ما الاهلي يلعب الماتش يحاول الحكم منع النادي الاهلي من تسجيل هدف التعادل وداخل وبكل ثقه وفجور يقول لك ما فيهاش حاجه كمل لعب؟ يا راجل ده الحكم عاشور في الفار عمال يعيدها لك من اليمين ومن الشمال ويقول لك ازاي ده جايه في ايده، ده ايديه مكبره جسمه. قال له لا، ازاي ده مش عارف. وطبعا سيد عبد الحفيظ او وليد صلاح الدين، كل دول كل دول يعني حاسين بالقرار فقعدوا يحتجوا على الحكم قبل ما يصفر. للاسف للاسف النادي الاهلي ضيع شبه شبه النهارده النادي الاهلي ضاع في الدوري المصري، ولكن انت ما تكملش الدوري بالطريقه دي. وبعدين عايزين نشوف ايه حكايه طرد محمد الشناوي النهارده. الاحداث كتيره جدا جدا والاخبار والكواليس بعد المباراه والاحتجاجات كبيره جدا. هل النادي الاهلي هيستمر في الدوري بعد كل اللي حصل ده؟ اكتب لي تحت في التعليقات وقول لي رايك ايه، انت مع او ضد قرار اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب بالانسحاب من الدوري رسميا بعد فضيحه مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. في انتظار تعليقاتكم وفي انتظار ان انتوا تقولوا رأيكم ايه، لان فعلا القرار ده هيقف عليه حاجات كتير. وقع لي وقع لي الدوري المصري، وقع لي الرعاية، وقع لي كل حاجة، عشان خاطر انت محتاج تعرف ان بجد اللي بيحصل ده مهزلة. حتى لو هتنزل درجة تانية، لو هينفذوا عليك اللائحة ويقول لك انزل درجة تانية ولا رابعة، مش هتفرق. خليك واقف على موقفك، ادعم الاهلي وادعم ناديك وكمل، لان فعلا اللي بيحصل ده مؤامره واضحه وكبيره جدا. احنا خلاص تعبنا بجد والله العظيم من التحكيم، لان دي حاجات بتحصل من سنه واتنين. السنه اللي فاتت خد الدوري بفرق بونت بالمحكمه الرياضيه، هي طلع القرار. السنه دي بدانا في ال6 ماتشات الاخرانيين بعد العوده من المنتخب نلاقي في تربص وعدم، يعني محدش عايز يقول لنا الحقيقة فين في التحكيم اللي بيحصل ده. ايه ده؟ ايه يعني يا جماعة الحكم اللي انتوا جايبينه لي ليلة المباراة؟ ليه يعني؟ ليه حكم زي ده يضيعك بالطريقة دي؟ وفي انتظار بقى النهارده النادي الاهلي دلوقتي ما بقاش اللعب بايده، بقى في انتظار كل منافسيه ان هم يشوفوا هيعمل ايه. بقى دلوقتي الكرة مش في ملعبه، لسه عنده مواجهة مع الزمالك وعنده مواجهة مع بيراميدز، ولكن هو في انتظار اي تعثر لاي واحد فيهم. طب انت كان ايه اللي جبرك على كده؟ كان ايه اللي جبرك على كده لما انت كنت بتحاول تاخد الدوري بالحق؟ دلوقتي لا، اللي بيحصل ده واضح جدا ان في تربص، في تربص يا جماعة. والاهلي لو وقف على دماغه مش هياخد الدوري السنة دي، ودي واضحة جدا دلوقتي خلاص. فخلينا كده نقول ان الانسحاب افضل. انسحب من الدوري وشوف انت هتعمل ايه، وخد قرارك. خد قرارك، لان ده مهزلة، ده مهزلة. انا ما شفتش كده في الدنيا. يعني محمود عاشور اللي كلنا كنا ممكن نشك فيه قاعد في الفار عمال يقول له يا راجل الكوره حرام عليك، الكوره يعني ضربة جزاء، مش عايز يا راجل، مش بالطريقة دي، مش عايز. يعني طب وبعدين؟ طب وبعدين يعني؟ ده ما شفتش كده في الدنيا، انا ما شفتش كده في الدنيا. فنرجو ان النادي الاهلي ياخد قراره وخلاص بقى، يبقى يا صابت يا خابت زي ما بيقولوا، والموضوع كده انتهى. الموضوع كده انتهى. ونشوف، انتظروا كل جديد في الفترة القادمة، ولحظة بلحظة هنتابعكم ونوفيكم بالأحداث والكواليس، وأي قرار جديد هتابعكم بيه في القناة أو في المنتدى بتاع القناة. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وانتشروا اللايك وشيروا الفيديو في كل مكان بعد فضيحة الدوري النهاردة. واللي حاصل ده مش هيعدي، انتظروا كل جديد. أنا بقول لكم انتظروا كل جديد في الساعات القليلة القادمة. وبعد اجتماع النادي الأهلي سنوافيكم كل القرارات اللي هتتاخد في الاجتماع. بس تابعني واشترك ما تنساش، عشان أي حاجة أنزلها في المنتدى أو في القناة أو بفيديو أو بلايف تطلع معايا على طول مباشرة، وتشارك وتقول لي وتعرف الخبر قبل الجميع. خلي بالكم، الوضع اللي جاي هيبقى كل لحظة فيها قرار.
وخير الختام والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. تحياتي لكم واشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله. سلام.